أنا اكتشفت شيء غريب، الغاز اللي نطبخ فيه من وين يجينا أصلاً؟ من الأرض ولا من البحر؟ تدري ولا ما تدري عن شيء يسمونه أسواق الغاز الدولية؟ اكتشفت أن الغاز الطبيعي يطلع من باطن الأرض ويمشي بأنابيب ضخمة بين الدول القريبة، وهذا يسمونه NG، يعني سريع التوصيل بس ما يوصل بعيد. انزين إذا كانت الدولة بعيدة كيف بيوصلها من الغاز؟ يبردونه وايد لدرجة تحت الصفر لين يتحول سائل، وهني يسمونه LNG، يعني الغاز الطبيعي المسال. وأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال هي دولة قطر، يحطونه في سفن ويسافر ألمانيا، إيطاليا، اليابان وكوريا الجنوبية، وكل هذه الرحلات تتكلف، فعشان كذي السعر يتأثر بالمسافة والسياسة والجو. ولنفس السبب الإمارات بدأت تشتغل على الطاقة الشمسية والهيدروجين، وأيضا طاقة الرياح وتحسين كفاءة الاستهلاك عشان تتم الطاقة دائما متوفرة ونظيفة. وهذه المعلومات من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف العاشر في المنهج الإماراتي. والحين فكروا معاي، هل نقدر نستبدل الغاز فعلا في يوم من الأيام ولا صعب؟